السلام عليكم. اليوم غنتعرفوا على فوائد إعلان أو الدخن على الصحة. يعتبر إعلان من الحبوب المكملة الغذائية المهمة اللي خاص نتناولو في الأغذية ديالنا، خصوصا الناس اللي كيعانوا من الهشاشة ديال العظام، والناس اللي كيعانوا من السكر، وحتى الناس المسنين. وكيساعد حتى على نمو الأطفال اللي عندهم نقص في النمو، إلا عنده الفوائد كتيرة. كيتناولوا الناس اللي كيكونوا كما ذكرت عندهم الهشاشة في العظام، اولا الناس اللي كانوا تعرضوا لشي كسر. كيساعد بشكل كبير في تقوية العظام. وحاجة أخرى كيحارب الكوليسترول من الدم. وبالنسبة للطريقة ديالو في التناول ديالو، طريقة سهلة. ممكن نطحنوه وندخلوه على شكل دقيق في الخبز ديالنا اللي كنتناولو يوميا. كاس ديال الدقيق ديال الإعلان، نضيفوه للدقيق اللي كنتناولو وكنحضروا به الخبز. او لا ممكن نستعملوه لا سوب في الحريرة. وكاين حتى اللي كياخد كيحمروا في المقلاة، ومن بعد كيطحنوا وكيعود كيتناولوا مع الياغوت. وهو راه كيستعملوه بزاف النساء اللي كيبغوا السمنه. الناس اللي كيبغوا يسمنوا راه كيسمن بواحد الدرجه صحيه، و100% صحي، ما كتخافوا منه حتى شي حاجه. كما قلت ذكرت ممكن يتناولوا غير مع الياغوت، واحد 2 معالق يكونوا محمرين ومدقوقين، وديروهم في الياغوت تناولوه واحد 3 مرات في النهار. راه كيعاون في السمنه الناس اللي كيبغوا زياده في الوزن. اولا ممكن ترطبوا الحبوب ديال الإعلان وتدخلوهم في السلطات. الناس اللي ما كيبغوش يتناولوه في الخبز ولا في الحريره، المهم هو على الاقل 3 المرات ممكن تناولوه في النهار. راه مهم للصحة ديالنا، وكذلك كيساعد حتى على تساقط الشعر. إلا حنا كنقولوا ليه في المغرب إلا، وفي الدول العربية كيقولوا ليه الدخن. له فوائد كثيرة لا تعد ولا تحصى. نتمنى تقلبوا على هذه العشبة، راه عشبة ربانية كما كنقولوا الحبوب. عفوا حبوب راه صحيين 100%. كيمكن يتناولهم الصغير والكبير، ما عندهم حتى شي ضرر على الصحة، بالعكس راه مفيدين. ضروري الانسان يدخلهم في الاغذيه ديالو. ما نبقاوش كناكلوا غير الدقيق الابيض ولا شي حاجه. راه ممكن عنده عده طرق كثيره فين ممكن تضيفوه في الاكل ديالنا. كما ذكرت راه ممكن تاكلوا غير في الياغوتات، ولا ممكن تحضروا به الخبز ولا الحريره ولا لا سوب، ولا ممكن تاكلوه غير مع السلطات. المهم ضروري يكون في الغذاء ديالنا اليومي. نتمنى الفوائد كما ذكرت